السلام عليكم مساء الفلاور، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا كامل بخير وتلقاكم لا فيديو تاع اليوم كامل مهنيين. اليوم جيتكم بوصفة تاع لي كوكا، درتها بلا بات فويتي. الوصفة الاخرى اللي درتها لكم قبل هذه تاع لا بات فويتي جربت لكم باش تشوفوا النتيجة كيفاش خرجت، جات ولا اروع. وصفة بزاف ناجحة، لاباط جت هايلة، جت فيتي، جت تقرمش، جت ما عندي ما نقول. تبعوا الوصفة وكملوها للآخر. أنا الحاجة الأولى اللي نديروها نوجدو البصل والطوماطيش اللي نديروها في لي كوكا، يعني معروفة لي كوكا تجي بصل وطوماطيش في الحشو، والحشو تقدروا تبدلوا كيما تحبوا، اللي حب يدير لها اضافات ولا انا حبيت نديرها نورمال سامبل. هنايا في مقله ندير شويه تاع الزيت وندير البصل تاعي نقطعوه هكذا شرائح، ما راه يتقلى نزيد نقطع الطماطم ثاني شرائح بهذه الطريقه، ديروهم رقاق باش يطيبوا لكم بالخف. نخليو البصل تاعنا يتقلى تريبيا ونروحو نزيدو لها طوماطيش وهنايا نقليو البصل تاعنا مليح حتى يدبل، حتى يطيب مليح، ونضيفو دوكا الطماطم. حنا القبيل نعيطو لها الطوماطيش. بهذه الطريقة نزيدو نقلوهم تريبيا مع بعض. هنا نزيدو الملح، وانا ضفت لها شويه فلفل احمر، يعني ما درت لهاش لي زيبيس، ما نحبش لي زيبيس بزاف باش ما يتغيرش اللون تاعها. وهنا انا درت فلفل احمر، اللي حاب يدير طماطم تاع الباط يدير، انا ما نحبهاش ما نديرهاش، انا يعني على حسب الذوق تاعكم، كل واحد كيفاش يحب. صح ديروها بهذه الطريقه خير تجيكم بنينه ما تجيش تقرص، يعني ما فيهاش بزاف الكو تاع طماطم، يعني فلفل احمر اللي جاي يدير لكم لا كولور مع طماطم تاع الباط. نخليوها تبرد تماما، وهنا ثاني نضيف لها نورمالمون تجي بصل وطوماطيش برك، لي كوكا يجو بصل وطوماطيش برك، تقدروا ديروها هكذا. وانا درت الاضافات، درت لها الثوم والفرماج، وهنا نتوما تقدروا ما ديروهمش، يعني ماشي لازم، يعني هنا الاكل يقعد اذواق كل واحد والذوق تاعو، اللي ما يحبش يضيف الثوم ولا ما يحبش يضيف عفوا فرماج ما يضيفش، ماشي لازم. ديروها بصل وطوماطيش برك، تجي ثاني بزاف بنينه يعني سامبل. هنايا لاباط فيتي اللي شاركتها معاكم في اخر فيديو، يعني قبل هذا نروحو نحلوها بهذه الطريقه، يعني نديرو وحده من تحت وحده من فوق. انا قلت لكم نحلوها بهذه الطريقه، ديروا اي مول عندكم، حلوها قد المول تاعكم اللي يدخل للفور. هنايا رايحه نخلي لكم لو لين تاع لا فيديو تاع لاباط فيتي اذا ما لقيتوهش، ونخلي لكم لو لين في صندوق الوصف، دخلوا وشوفوا. يعني لاباط فيتي هذه ناجحه 100% وما تعبكمش في الخدمه، وتجي فيتي وتجي هايله صراحه، نجربوها ونتمنى تشاركوني بشي اللي ديروه، يعني بزاف الحمد لله بزاف منكم يجربوا الوصفة تاعي ويعجبوهم وينجحوا الحمد لله. هذا هو الصح، هذا الشيء يفرحني بزاف بزاف. هنايا قلت لكم نديروا هذاك البصل والطوماطيش اللي درناه مع بعض بهذه الطريقة، يعني ما تكتروش، ديروا نورمال. ونزيد ندير لها من فوق شويه فرماج ربي، ونزيد ندير لها شويه طون. يعني هنايا قلت لكم على حسب الذوق تاعكم، تحبوا تدخلوها بصل وطوماطيش برك، تحبوا تزيدوا لها الطون ولا فرماج برك، ولا تحبوا تزيدوا لها بولي يعني يكون طايب. انا قلت لكم على حسب الذوق تاعكم. دوكا نروحو نزيدو نحلو هذه اللي نديروها من فوق، ثاني لازم تجي قد البلان كيما اللولة، نحلوها بهذه الطريقة.
صراحة ما نحبش نكتر الهدرة بزاف باش ما تعياوش مني. نروحو نديروها من فوق ولازم تسكرو الأطراف بهاد الطريقة، يعني تبعو لا فيديو تفهمو وحدكم بلا ما نهدر. وهنايا كي تحبو ديرو بالموس ما تقطعوش لتحت، يعني عينو برك منين تقطعو لي كوكا تاعكم يعني لاباط تاعكم، يعني ما تقطعوهاش مليح لاباط وتهبطو الموس لتحت، عينو برك كيفاش تقسموهم بعد. هنايا نجيب صفار حبة بيض زدتلها شوية تاع حليب وندهن من فوق باش تعطينا لا كولور تجينا شابة وحمرا محمرة. تزيدو حبيبات زيتون من فوق ونروحو ندخلو لاباط تاعنا للكوشة. هنايا هذه هي النتيجة، هذه هي لي كوكا اللي درتها معكم بلاباط فويتي اللي شاركتها معكم، قلتلكم نخليلكم لو لين في صندوق الوصف، حنوريلكم تشوفوا القرمشة. خليت لكم الصون باش تشوفوا باش تسمعوا القرمشة، جو مقرمشين جو مورقين جو بزاف بنان. نتمنى تجربوا الوصفة ونتمنى تنجحوا فيها، تبعوا الخطوات برك. دوكا ما بقى لي غير نقولكم نخليكم في امان الله، فيديو اخر ان شاء الله، تبقوا على خير، باي باي.